حابب تعرف كيف تخلص مهمات الاسبوع الثامن زي ما انتم شايفين، زي ما انا خلصتهم؟ تابع معي الفيديو للنهاية عشان تعرف كيف خلصت هاي المهمات. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي معكم حمزة قناة حمص في فيديو جديد. اليوم راح اورجيكم كيف تخلصوا مهمات او الغاز او المهام الاسبوعية للاسبوع الثامن. زي ما انتم شايفين هاي المهمات. المهمة الأولى: ألحق ضررا بالخصوم مستخدما شوزا من مسافة 15 متر أو أقل. المهمة الثانية: ألقي كاسحات أو إطارات الطرق الوعرة. طبعا يا شباب، هذا العجل بدي أزته. طبعا إذا بتزتوه على أرض مش زئبقية مش راح يساعدكم العجل. طبعا أنا بس عشان بزته على أرض زئبقية برجع على العجل لغاية خلص المهمة. شايفين؟ المهمة الثالثة اللي هي أجمع الأسلحة من اللاعبين الذي تمت تصفيتهم. درم علي موت. لازم ناخد سلاح. الحمد لله مع سلاح. ناخد سلاح وهاي خلصنا. المهمة الرابعة: اضرب خصما باستخدام وعاء اليروع. طبعا شباب، هذا منطقته في الخريطة، اللي هي هذه هي المنطقة زي ما انتم شايفين في الخريطة. وهي هدول اليرقات اللي لازم نجمعهم وبس. طبعا شباب، لازم تاخدوا اكتر من وحدة، يعني خدوا لكم 6 مثلا، عشان انه اذا ما اجتش فيه ترجع تجيبها فيه. طبعا يا شباب، بدك تعرف اذا كيف حسبت لك المهمة لازم تدمجها. هي زي ما انا دمجت 40 وهي حسبت المهمة. المهمة الخامسة: ينطلق في الهواء باستخدام منصات الإطلاق في مواجهات المختلفة. طبعا يا شباب، لازم انه تنط على هدول الصفر يلي يكونوا معلقين في كل جيم. بس اهم اشي انه لما تنط كل وحدة تنطها في جيم واحد، لانه اذا نطيت تنتين في نفس الجيم مش راح تحسب لك المهمة. طبعا يا شباب، المهمة السادسة اللي هي حدد سلاحا ومركبة وسمكة في مواجهة فردية. طبعا يا شباب، هذا السلاح علمنا عليه وهي حسبنا اياها. تاني شي اللي هي السمكة. تاخذ السمكة من الثلاجة او اذا لقيتها على الارض او خلصتها تعلم عليها وتضل عندك. هاي حسبها تمام. الغلط الثالثة اللي هي ايوه السيارة. بتعلموا عليها وبتعينوا عليها زي ما شايفين. طبعا يا شباب، هي كمان موقعها على الخريطة اللي هو هذه المنطقة تقاطع. المهمة السابعة: فتش صناديق الإنتاج أو آلات الثلج أو المبردات.